طب القدرة اللي احنا شايفينها دي هل يقدر فعلا يصمم تصميمات ميكانيكية؟ عشان اجاوبك على السؤال ده لازم أن تعرف الاول ايه هو مهندس الميكانيكا اللي شغال في التصميم الميكانيكي، ايه هي طبيعة شغله وايه هي الحاجات اللي بيعملها. عشان تبقى عارف، مهندس الميكانيكا اللي شغال في مجال التصميم الميكانيكي هو مهندس بيشتغل على فكرة مش فكرته، ومنتج مش منتجه. الشركة بيكون ليها متطلبات معينة في المنتج، ووظيفة المهندس الميكانيكا ان هو يحاول يطبق الكلام ده بشكل عملي. المنتج اللي انا بشير ليه دلوقتي هو حرفيا اي حاجة من الابرة للصاروخ. معنى انك كمهندس تطلع منتج ناجح معناه ان المنتج ده سهل تصنيعه، تكلفته منخفضة، اداؤه ممتاز، عمره طويل، وسهل توفر مواده في السوق المحلي. وعشان مهندس الميكانيكا اللي شغال في التصميم الميكانيكي يوصل للمرحلة دي بيمشي على 4 خطوات: ديزاين، انالايز، اوبتمايز، وتيست. مش عايز ادخل في تفاصيل كل نقطة لان كده الفيديو هيبقى طويل جدا، بس خلينا اديك نبذة عامة عن كل خطوة من الخطوات دي. اول حاجة هي الديزاين، ولازم تبقى عارف ان الديزاين دي هي النتيجة اللي انت بتوصل لها في النهاية، انما في بروسيس كتيرة بتمشي عليها عشان توصل للديزاين. سواء انت كنت هتبدأ الديزاين ده من السكراتش او هتعمل له ريفرس انجينيرنج، فكل واحد ليه طريقته، من تحديد الابعاد واختيار الماتيريال، اختيار الستاندردز، طرق التصنيع وتبسيط التصميم، واخيرا رسم ال 3 دي. المهم ان في بروسيس بتمشي عليها وفي الاخر بيكون معاك التصميم.